الطاجن ده من اسهل الطواجن اللي ممكن تعملوها، وشغال فطار وغدا وعشاء. بصراحة هو اكتر حاجة بتسعفني لما اكون انا كسلانة ومش عايزة اقف كتير في المطبخ، فبتحطي كله على بعضه وبيطلع معاكي احلى طاجن. زي ما انت شايفة كده حطيت كيس فيجيتار كامل. لو بتحبي الحاجة مشطشطة ممكن تحطي الحار. حطيت تلت كوباية من الحليب العادي، وقلبت كده لغاية ما كل الكتل راحت. ضروري تقلبي على طول لانه فعلا بيكتل كده ومتعرفيش تفكيه. جبت قطعة جبنة بيضة، ممكن تكون اللي هي جبنة الفيتا، ممكن تكون براميلي، ايا كان نوع الجبنة اللي انت بتحبيها، وقطعيها قطع كده وحطيها في الخليط. لو انت بتحبي بقى الموتزاريلا والتركي حطي، بس انا كنت حابة ان الطاجن ده يفضل شرقي لغاية الاخر. جبت قرن فلفل شطة وقطعته صغير، ولو برضو مش بتحبي الحاجة سبايسي ممكن تشيليه وتحطي مكانه فلفل اخضر بالمنظر ده. طبعا ممكن تحطي فلفل الوان براحتك، بس انا حبيت يعني اوريكم الطاجن ده في ابسط صوره. يعني احنا مش هنحط حاجات كتير. نص شريحه لانشون قطعتها حتت صغيره ووزعتها في الطاجن. هبتدي بقى جبت نص طماطمايه وقطعتها برده صغير، واقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه زي ما انتم شايفين كده، بس مش بالجامد قوي عشان كتل الجبنه تفضل سليمه مع بعضها. جبت 3 بيضات وحطيتهم. حابه تزودي زودي، بس على كيس الفيجيتار وتلت كوبايه الحليب هما 3 بيضات كفايه قوي. قلبتهم كده الاول وبعدين خلطتهم خلط ايه مش دقيق، يعني اللي هو انا هتلاقي حته فيها جبنه، حته فيها طماطم، حته فيها بيض، حته فيها الفيجيتار بالحليب، انتوا فاهمين. وشويه لانشون من على الوش، نص الشريحه التاني. ورشيت بقى البهارات اللي انا بحبها، بحب قوي مع الاكله دي الزعتر عشان البيض، كده كده الفيجيتار فيه بهاراته، بس حبيت ازود زعتر وشويه بابريكا. ولو بتحبي الشطه حطي شطه تاني من على الوش. طبعا التكايه اللي بتفرق جدا معلقه سمنه بلدي يا جماعه، البيض بيحب السمنه البلدي او الزبده الفلاحي. حطي من ده او من ده المتوافر، حته صغيره كده وقطعيها كده ويعني انطريها في الطاجن على الوش ودخليه الفرن بالظبط ربع ساعة على درجة حرارة عالية. هيكون هو ده المنظر معاكي. شايفين بيشكشك ازاي؟ والله العظيم رهيب. في ناس هتقولي ايه ده، هتتغدي بالطاجن ده؟ ماله يعني، لما نريح يوم من اللحمة والفراخ وناكل الطاجن ده حلو. ينفع فطار، ينفع غدا، ينفع عشاء. تعالوا بقى اوريكم شكله عامل ازاي. وبحب اكله بالبلدي بصراحة، العيش البلدي بتاعنا. عايزه اقول لكم من غير ما تحطي بيكنج باودر هو بيبقى نافش كده لوحده، تحسي انه عامل زي الكيكه. ما شاء الله اللانشون متحمص من على الوش، وحتة بقى فيها الشطة والطماطم والجبنة، يعني ساندوتش كومبو من الآخر. يلا جربوها وبألف هنا وشفا.